أعلن أنني سأتابعه قضائيا على ما اقترفه لسانه في حقي من تشهير وتشويه. هاد السنيطيحة وجه وابل من الاتهامات إلى الشيخ الفيزازي، والشيخ الفيزازي حتى هو مسالي مع أبو، قال لي وعليك نقلب، غادي نسلخك سليخ وغادي نعاود ليك الطهارة. السنيطيحة قال للشيخ الفيزازي انت راه سميتك الحقيقية هي الفزازي ماشي الفيزازي، واتهموا أيضا بأنه كان كيفرشخ مراته وكيضرب الطاسة وكيعطي دروس خاصة في المنزل ديالو، وبأن وزارة الأوقاف منحاتو مسجد وسمحات ليه باش يخطب في المنابر ويمارس ما يسمى بالفلعة بالدار البيضاء. ويتهم سنيطيحة الشيخ الفيزازي بأنه التقى بالعنيكري ودمجه في جهاز المخابرات، وأنه شارك في تفجيرات الدار البيضاء وحكم عليه بالسجن وعاد العقوبة الحبسية في فيلا بطنجة، وأن العنيكري وعد والده بأنه سيوظف ابنه عز الدين الفيزازي الذي هو أخ الشيخ الفيزازي. كما اتهم سنيطيحة الشيخ الفيزازي بأن الدولة تمنحه خروفين وأنه لا يؤمن بالديمقراطية. الشيخ الفيزازي رد عليه وحلف باليمين بأن كل ما ذكره سنيطيحة كذب وبهتان، وطالب الشيخ الفيزازي سنيطيحة بأن يأتي بالبينة، يعني الدليل، أوديوات أو مكالمات أو صور أو فيديوهات تؤكد اتهاماته للشيخ الفيزازي. الشيخ الفيزازي لم ينكر أن اسمه الحقيقي وفي البطاقة الوطنية هو الفزازي، وبأن المغاربة هم من يلعبونه بالفزازي، وأنه لم يسبق له أن عنف زوجته بناء على تعاليم الدين الإسلامي ووطنيته، وأن المرأة فوق رأسه وعينيه، وأنه لا يليق بأن يأتي بزوجته لتلعن سنيطيحة على بهتانه لأنه لا يستحق ذلك. وأدى الشيخ الفيزازي اليمين بأنه لم يسبق له أن التقى بالجنرال العنيكري، وأنه لم يلتقي أبدا بالحموشي، وأن الجنرال العنيكري أيضا لم يسبق له أن التقى بوالد الشيخ الفيزازي ولم يعده بتوظيف أخيه عز الدين الفيزازي، وأن أخوه عز الدين هذا يشتغل حاليا صيدلاني في وجدة. ويضيف الشيخ الفيزازي بأنه لم يسبق له أن استقر بالدار البيضاء ولم يقضي عقوبته الحبسية في فيلا بسجن في طنجة كما يدعي سنيطيحة، وأنه لم يكن مسؤولا عن تفجيرات الدار البيضاء، وأنه تم اتهامه ظلما، وعبر عن افتخاره لو أنه كان يعمل في جهاز المخابرات المغربية. وأضاف الشيخ الفيزازي بأنه لا يتلقى أي معونة من الدولة بما فيها الخروفين، وأنه يمارس التجارة في زيت الزيتون، وأن له 11 من الأبناء يوفرون له كل ما يحتاجه. وأضاف الفيزازي بأنه يفضل الشورى عن الديمقراطية، وما يشهد على ذلك هي الكتب التي ألفها حول هذا الموضوع. الشيخ الفيزازي اعتذر للكلاب لأنه وصف سنيطيحة بالكلب، ولأن الكلب معروف بوفائه لصاحبه.